تشابي الونسو نهار جا ريال مدريد جا وهو محمل بواحد التوقعات كبيره. جا من تجربه ناجحه مع باير ليفركوزن، ولكن المشكل الحقيقي ما كانش في التكتيك، كان في غرفه الملابس من البدايه. الونسو لقى راسو وسط نجوم كبار، كل واحد عنده الوزن ديالو وعنده التأثير ديالو، وكل واحد عنده الرأي ديالو. وهنا بدات الأزمة. الونسو حاول أنه يفرض أفكاره، بدل أدوار اللاعبين وشدد في الانضباط، ولكن بزاف ديال اللاعبين ما تقبلوش هاد الشيء هذا، أو بالأحرى ما تقبلوش الطريقة اللي دار بها هاد الشيء، وبدا الإحساس بلي المدرب ما عندوش السيطرة الكاملة على الفريق. مع مرور الوقت بدات علامات التوتر باينة، والقرارات ديال تشابي الونسو ما بقاوش كيتحترموا، وردود الافعال في الملعب كانت كتعكس التشقق الداخلي اللي كاين. حتى محاولات التهدئه والتفاهم حتى هي ما نجحاتش، لان غرفه ملابس ريال مدريد ما كتحتاجش غير مدرب فاهم كرويا، كتحتاج شخصيه قويه قادره تجمع النجوم وتفرض النظام. النتائج بدات كطيح والضغط بدا كيكبر، والاداره فهمت باللي المشكل ما بقاش تقني ولكن ولا نفسي وإنساني. وفي النهاية الرحيل كان مسألة وقت، لأنه أي مدرب كيفقد غرفة الملابس كيفقد كل شيء. الونسو فشل ماشي حيت ما كيعرفش الكرة، ولكن حيت ريال مدريد مستوى آخر، غرفة ملابس اللي معقدة وماشي أي مدرب يقدر يسيطر عليها.